معلش على الرعب اللي انا عامله ده عشان الدنيا ضلمه. انا قاعد في العربيه ومستني شويه، فعندي شويه وقت يعني. هرد على السؤال ده. بيقول باشمهندس انا فرونت خبره سنه، اخدت كورسات وعملت بروجكتات منها الكبيره والصغيره ومظبط السي في، وكل يوم بقدم على شغل ومحدش بيرد عليا. هو طبعا الماركت مش احسن حاجه اليومين دول. واعتقد يعني برضو كجونيور او كحد لسه في الاول ممكن الموضوع ما يبقاش سهل. بس كل اللي اقدر اقوله ان في المرحله وانت بتدور على شغل في الاول دي، او حتى والله في اي مرحله مش لازم تكون في الاول، بس لما بتبقى في وضع انك بتدور على شغل، خلي شغلتك اليوميه انك تدور على شغل. يعني ايه؟ يعني تقعد 8 ساعات تبص وتدور على شغل وتقدم وتسال وتتكلم مع الناس وتحاول تلاقي كونكشنز، اللي هو ما تعتمدش انك انت مثلا قدمت مره، قدمت النهارده، قدمت بكره. انت ممكن تحتاج تقدم مئات المرات، يعني عشان بس نبقى واضحين. آم، ده سوق العمل اليومين دول. فمحتاج تبص كويس، ومحتاج توصل لمرحله على الاقل يبتدي الناس تبعت لك تاني، انك تحدد انترفيوز، انك تخش انترفيوز وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. للاسف مش طبعا مش كل الشركات بترد على الناس، وده يعني حاجه مؤسفه. لكن اعتقد ان هو المتاح دلوقتي انك تفضل تقدم على قد ما تقدر، وتحاول تشوف مع الناس. يعني لو تعرف حد بيشتغل في شركه خليه يقدم لك، لو انت تعرف حد ثرو لينكدين ولا حاجه خليه ابعت له يمكن يساعدك. لكن زي ما بقول لك هو في الاخر المره هي نمبرز جيم. انت كل ما هتبقى اكتر نشاطا واكثر يعني تقديما وبتاع، هتلاقي فرص ان شاء الله احسن، وربنا يوفقك باذن الله.